اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وكل حبايبنا في كل مكان طيبين. النهارده بقى هنعمل الطعمية، طعمية بيتي، حاجة كده فاخر من الآخر، حاجة كده ريحة وطعم خيال. هتاكليها كده وانت قاعدة في بيتك، كده أحلى مطعم هتعمليه في بيتك. يعني هتعملي فطار وسحور وانت قاعدة في البيت وانت مطمنة في دقايق، وهتعملي كمية كبيرة وهتضاعفيها. وأهم حاجة ان انت ضامنة ان هي تكون نظيفة وعاملاها ازاي في بيتك. كل حاجة من ايدك يا ست الكل. كل سنة وكل ام طيبة. يعني بمناسبة عيد الام، كل سنة وكل حبايبنا طيبين. وبهدي الاهداء ده لامي بالذات، كل سنة وهي طيبة وربنا يديها الصحة ويخليها لي يا رب، وما تحرمش منها ولا من وجودها يا رب، هي وكل امهاتنا وامهات المسلمين اجمعين. انا كان عندي كيلو فول، بليته كده ونقعته يعني قبلها، يعني من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بصراحة يعني أنا سبته لحد تاني يوم الظهر كده، يعني قعد معايا فترة أكتر من 12 ساعة. فأنا غسلته وبليته، وطبعا الحتة بتاعة الفيديو ديت الأولانية اتمسحت مني غصب عني، فمعلش بقى سامحوني وأنا بغسله وبنقعه كده، فانتوا يعني هتعذروني. بعد ما غسلت الفول ونقعته زي ما انتوا عارفين بقى طبعا، جبت معايا حوالي بصلتين كبار كده، ومعايا 10 فصوص من الثوم، يعني او راس توم كبيره كده معاكي، ومعاكي كرات وبقدونس وكزبره. يعني الخضره اللي انت عايزه تحطيها وتضيفيها براحتك، ما عدا ما بفضلش الشبت فيها. انا بحب البقدونس والكرات كده، بتخلي ريحه حلوه جدا. وكان عندي ربطه كزبره برضو، الكزبره برضو بتخلي لها ريحه برضو كويسه وطعمها بيبقى جميل. انا خرطت كده الخضره بتاعتي على الفول بتاعي كده كويس. يعني تخريط عادي، يعني مش لازم تعمليه ناعم قوي، عشوائي، علشان انا كده كده هنضربه في الكبه وكل ده هيتفرم مع بعضه، ما تقلقيش مفيش حاجه، يعني هتدناها زي ما هي. خرطت بقى الخضره بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هنقلب كده كل المكونات مع بعضها. يعني انا حطيت من كل نوع حزمه صغيره مش كبيره. ونقلب كده البصل مع الفول مع الخضار مع الثوم، ونحط كده في الكبه بتاعتنا. الكبه دي بصراحه انا بهدلها اهداء برضو كبير، لانها شايله معايا حمل كبير في المطبخ بكل حاجه انا بعملها فيه. فبحط كده الكمية المناسبة في الكبة، طبعا على حسب المتاح عندك، كبة او مفرمة، او ممكن تعمليه في خلاط المطبخ العادي الصغير بتاعك. تحطي كمية يعني صغيرة، حبة بحبة كده، وشوية مية صغيرين، يعني ما تكتريش مية عشان ما تبقاش طرية معاكي قوي، وتبقى صيصة كده وما تبقاش كويسة وتتفشكل منك في الزيت. يعني حط شوية بشوية كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. نفرم كده في الكبه. يعني ما تحطيش كميه كبيره قوي، حط شويه بشويه علشان الكبه تساعدك وتنعمها قوي وتبقى حلوه معاكي. انا شويه كده وبروح فصلاها، وبروح حاطه يعني مقلبه من فوق لتحت. طبعا بيبقى وهي بتفرمه بتعمل يعني جدار كده على جدار الكبه، فبنزل بقى كده بالمعلقه، وحطيت شويه ميه كمان، وبعدين نرجع نفرم تاني. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير. وكل سنه وكل امهاتنا طيبين وبخير، يعني كل سنه وهم وسطينا، وربنا يرحم كل امهات حبايبنا اللي فاقدين امهاتهم. وكده نرجع بقى للطعمية. انا حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الكزبرة الناشفة، بتخلي ليها ريحة جبارة جدا. وبجد لو انت حطيتيها، وبالذات بقى لو انت محمصاها مديها تحميصة على النار كده قبل ما تضيفيها على الطعمية، بتخلي ليها ريحة قوية جدا، وبتودي لك الطعمية في حتة تانية، اكنك بتاكلي كفتة مش طعمية بجد والله. ورجعت تاني فرمت الطعمية مع الملح مع الكزبرة الناشفة. وبكده خلصت بقى يعني اول حبة. هكمل بقية الكمية بتاعتي مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو ويبقى طويل معاكم وتتضايقوا منه. زي ما انتوا شايفين شكل الطعمية وهي نازلة من الكبة، شكلها وريحتها بقى يا سلام بقى. لو انتوا شامين ريحة الطعمية ديت، حاجة كده في منتهى الجمال. احلى حاجه ان انت تعملي كل حاجه ببيتك، ما تكسليش، ما تستسهليش ان انت تشتري من بره. يعني بجد عشان تجيبي فطار الصبح ممكن تجيبي لك ب20 جنيه طعميه، او ب15 جنيه على حسب افراد عيلتك بالظبط. يعني ممكن
كمية يعني تبقى صغيرة وتلاقي مبلغ كبير دفعتيه فيها في فطار بس الصبح فلافل. يعني ممكن تعملي تجيبي كيلو فول ب25 جنيه او ب20 جنيه، هيرمي معاكي كمية كبيرة جدا، والخضار رخيص جدا مش غالي. فانت هتعملي كمية كبيرة جدا وتفضل معاكي اكتر من اسبوع، وهتوفر معاكي جدا. زي ما انتوا شايفين كده خلصت بقى الطعمية بتاعتي، فرمتها كلها كده في الكبة. ما شاء الله رمت معايا كمية حلوة. وعلى حسب بقى افراد عيلتك ممكن تعملي كمية كبيرة، يعني كمية اكتر من كده، وتعينيها في الفريزر طول شهر رمضان. لو انت بقى بتحبي تسحري فول وطعمية، وانا عاملة معاكم فيديو للفول قبل كده، لو انتوا عايزين تشوفوا طريقة الفول انا مدمساه، طريقته حلوة جدا. يعني حاجة في منتهى الجمال كده، انت تعملي فطارك وسحورك وانت في البيت، ما تخرجيش وما تجيبيش اي حاجة من بره. كده الطعمية ما شاء الله. انا بعبي الكيس بتاعي على حسب افراد العيلة. يعني مثلا لو انتي افراد عيلتك كتيرة ممكن تعملي كيس اكبر، ممكن تعملي على قد افراد عيلتك، لو صغير تعملي كيس اصغر. يعني ده المتاح ليكي او الشكل او الكمية المناسبة ليكي. انا بعبي كده وببططها كده في الكيس، يعني بفردها كويس علشان احطها فوق بعضها في الفريزر، ما تاخدش معايا مساحه كبيره، وتبقى حلوه معايا وسهل ان انا اطلعها. مثلا لو انا هسحر منها اطلعها قبل ما انام بالليل، وبعد كده اروح مطلعها بالليل تفك معايا على طول. هجرب بقى معاكم طعميتين كده. انا بجد يعني فطرنا كان الوقت ده مش وقت ان احنا نفطر فيه، فانا عملت بقى جربت معاكم طعميتين عشان تشوفوها معايا. بجد طعمها وريحتها كانت تحفة جدا، وطعمها يعني انا بجد انا اللي عملته، انا اللي اكلته وانا واقفة. انا بموت في الطعمية جدا وبحبها. يعني ده الفطار الاساسي معايا في على غير رمضان. يعني تحسبون انا بفطر كل يوم طعمية في رمضان؟ والله وديني اكبر نعمة، وربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. يعني كل حاجة موجودة في بيتنا نعمة من عند ربنا، ولازم نحافظ عليها حتى لو حاجة بسيطة، هي والله تبقى نعمة كبيرة من عند ربنا. هنعمل بقى يعني كده طعمية كده مع بعض في السريع، بالسمسم او بالكزبره الناشفه، بتبقى طعمها برضو جميل جدا وريحتها بتبقى جميله جدا وانت بتعملي الطعميه. زي ما انتوا شايفين كده الزيت بتاعي سخن مسبقا، يعني ما تخلوش بارد عشان الطعميه بتاعتك ما تشربش الزيت. الطعميه بجد هشه جدا، ريحتها جميله جدا، وطعمها جميل ورهيب جدا. يعني جربيها مش هتندمي خالص ان انت عملت طعمية في البيت. بكيلو فول هتفطري وهتتغدي كذا يوم. ده لو انت لو الفيديو ده نزلك قبل رمضان، لو نزلك بقى في رمضان يعني هيكفيك الشهر كله كيلو فول. لو انت اسرتك مش كبيرة قوي، لو انت بقى عايزة تكتري الكمية كتريها، بجد مش هتندمي، وهتخليكي ان انت توفري وقت طويل ان انت تقفي في المطبخ. يعني في ثواني هتعملي طعمية جميلة جدا، وهتخلي معاكي ترمي معاكي كمية اكبر. اهم حاجة ان انت ما تنسيش اللايك والاشتراك. وشايفين بقى الشكل، هتخزني وهتاكلي وهتعملي كل حاجة في بيتك وانت مطمنة. اهم حاجة النتيجة هتبقى مرضية. شايفين شكل الطعمية وقوامها مش مكتومة، هشة جدا، ريحتها الخضار بتاعها شكله جميل جدا، مستوية وهشة كده، وحاجة كده في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاعي يكون بسيط، وكل سنة وكل حبايبنا طيبين.